بس اللي انا عايز اقوله للمرضى يعني ان انا بنصحكم اللي عايز يعمل زراعه للاسنان، وبالذات انا بتكلم هنا عن زراعه الفك الكامل، لان دي منظومه كبيره ومحتاجه تخصصات كتيره ومحتاجه شغل كتير ومحتاجه خبره وعلم كتير. ولازم الدكتور او العياده او المكان اللي انتوا هتتعالجوا فيه يبقى عنده احدث الاجهزه في موضوع زراعه الاسنان. لان فعلا دلوقتي كل يوم احنا عندنا اجهزه جديده في زراعه الاسنان بنقدر نستعملها اولا لدقه الشغل ولسرعه الشغل ولمصلحه المريض وما يبقاش في اي مضاعفات بعد العمليه. فمهم قوي ان انتوا تحسنوا الاختيار. وانا بنصحكم برضو ان انتوا لو عايزين تعملوا موضوع زراعه الفك الكامل ده تروحوا لاكتر من دكتور، تاخدوا راي اكتر من مركز او اكتر من دكتور وتقولوا له ان احنا هنكمل زراعه الاسنان بالتركيبات عند حضرتك ولا هتبعتنا في حته تاني، عندك المعمل اللي هيعمل لنا التركيبات ولا هنعملها في معمل بره. يعني لازم تبقوا الموضوع فيه شفافيه ويبقى فيه ان الدكتور يشرح لكم خطه العلاج الكامله اللي هيعملها خطوه بخطوه. ما يفاجئكوش بحاجه، ما تتفاجئوش ان في حاجه ناقصه. مثلا الدكتور الجراحه عمل الزراعه وبعدين دكتور التركيبات ما مشي او مش موجود، او تروحوا تركبوا ما تلاقوش الدكتور بتاع التركيبات. يعني لازم يبقى عندك ثقه في المكان، واللي ترتاح له واللي ربنا يوفقك فيه يعني روح له كمل معاه. ويا رب الشفاء للجميع. بس برضو دايما وجود حضرتك ونصايح حضرتك بتفرق جدا مع المشاهد. ربنا يخليك، احنا بنحاول نقول ونتكلم مع الناس وكده يعني. وجود معمل مثلا في نفس المكان او نفس العياده او تابع للعياده اللي انا بعمل فيها الزراعه، خاصه لو بنتكلم عن فك كامل هيكون في شغل كتير، هل ده بيفرق برضو في الموضوع ده ولا ملوش علاقه يا دكتور؟ لا طبعا ده مهم جدا جدا جدا، الدكتور اللي هيعمل الزراعه والمعمل اللي هيعمل التركيبات. لان ساعات كتير قوي الدكتور بيعمل شغل كويس جدا ويجي المعمل يبوظه له. او مثلا المعمل يطلع شغل مش كويس لدكتور برضو يطلع شغل مش كويس. يعني لا، دي منظومه وتكامليه، يعني كل واحد فيها بيأدي دوره. لو في اي ديفكت في النص بيبوظ الدنيا. فكون ان احنا عندنا المعمل، احنا بقالنا اكتر من 30 سنه عندنا معمل اسنان، عدى علينا كل تطور تركيبات الاسنان من اول ما كنا بنعمل السنه الدهب والسنه الاكريل والكلام ده كله لحد النهارده ما بنعمل احدث التركيبات واحدث التركيبات على الزراعه باحدث التقنيات الجديده اللي هي لحد النهارده اب تو ديت يعني.